الدنيا دي زي الغابة ما فيها عدالة. الأسد بياكل الغزالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من التنوير. بنعني شنو بالتنميط الدرامي؟ بنعني بالتنميط الدرامي صناعة قوالب محددة لفئات معينة من المجتمع وإصدار حكم مسبق على المجتمع ده وتعميم الحكم على جميع أفراد المجتمع، وهي من أساليب التضليل الإعلامي بغرض التأثير على ذهنية المتلقي والمشاهد بحيث يخطر على ذهنه نمط محدد عند مشاهدة أو ذكر أي فئة من فئات المجتمع ده. وعشان كده الدراما ما بتنقل الواقع نفسه زي ما ذكرنا، وإنما بتنقل وجهة نظر المخرج والمنتج والممول بصورة خاصة. ما بيتوقف التنميط الدرامي هنا وبس، بل بيخلق ذهنية مشوهة لدى المتلقي والمشاهد بأنه قسوة الظروف الاجتماعية سبب كافي ومبرر للدخول في عالم الجريمة والانحراف. فمثلا يتم إنتاج عمل درامي كبير جدا وبطله طفل صغير ومعاه أمه، والطفل ده يكون يتيم. مثلا أمه بتعمل في السوق بجد من أجل لقمة العيش. في أثناء طفولة البطل أمه بتتوفى في ظروف سيئة جدا وبيتم استغلاله من شخص معين سواء كان قريب أو بعيد. غالب بيكون الشخص اللي قام باستغلاله رجل دين، ودي طبعا ما صدفة. وفي النهاية الطفل اليتيم ده ينحرف ويصبح تاجر مخدرات ويقتل وينهب ويسير، كله بمبرر مروره بظروف اجتماعية سيئة. ده طبعا ما بيصرحوا لك به، لكن بيرسلوه لك في رسائل ضمنية في خارطة اللاوعي الذهنية مع أنغام الموسيقى التصويرية الحزينة. طبعا لما يشاهد عمل زي ده طفل مراهق في الغالب بيتأثر لا إراديا بالقصة اللي شافها في العمل الدرامي. ولما يتم انتقاد الدراميين في العمل الدرامي ده بتلقى إنهم بيبرروا بإنه ده الواقع، في حين إنه في نفس الواقع ده في شخصيات مرت بنفس الظروف دي وممكن أسوأ، لكن ثابرت وصبرت ونجحت وتجاوزت المصائب. لكن في الغالب الشخصيات دي ما بيتم تسليط الضوء عليها دراميا، ممكن يسلطوا عليه الضوء بعد ما يموت في تكريم باهت جدا في واحد من مسارح القوم. تلقى مثلا انه النمط السائد للمرأة المسلمة والمستقيمة والملتزمة بدينها هو ظهورها في صورة المرأة المتزمتة والمتعنتة والمتشددة، واللي عندها ميول دائم للتطرف وانتهاك حقوق الآخرين أو انتهاك حقوقها من قبل الآخرين. وده تضليل إعلامي الغرض منه تنفير المرأة والفتاة المسلمة من الدين والتدين وإغناء على شعوريا بالعلمانية السلوكية اللي ذكرناها في الحلقة الماضية. ولما نرجع للواقع بنلقى إنه المرأة المسلمة عندها في الغالب اتزان ووسطية في الدين، متعلمة ومثقفة. وإن شاء الله حنجيب في مقطع آخر مع نساء مسلمات عالمات في الفيزياء والفلك والطب والدين وغيرها من صنوف العلوم. وكمان بتلقى المرأة الملتزمة هي من أبعد الناس عن مواطن الفاحشة والرذيلة وغيرها. كان بعض النساء بيستخدموا مظاهر الاستقامة والالتزام زي الحجاب والنقاب لأغراض خاصة بهم، وهم في الغالب ما من الفئة المستقيمة أصلا. وفي المقابل بنلقى إنه النمط السائد للمرأة خلينا نقول المتساهلة في أمور دينها وغير الملتزمة بها بإنها امرأة قوية ومتفتحة ومثقفة، وده كله طبعا لأنها غير ملتزمة بأخلاق المجتمع وقيمه. فبيتم تصديرها في الدراما على إنها صاحبة وصاية على المرأة المستقيمة والملتزمة، بيفرضوا دراميا على المرأة المستقيمة ديكتاتورية نسوية. وهنا بيخلقوا ذهنية لدى المتلقي بأن المرأة المستقيمة والملتزمة ما عندها القدرة ولا الحرية في إبداء رأيها في الوصاية دي أو رفضها لأنها جاهلة وغير محيطة بحقوقها. فبتسمع بحق المرأة في الإجهاض، وحق المرأة في الطلاق، وحق المرأة في التعدد في الأزواج، حق المرأة في التبرج ونزع الحجاب، وفي الجملة حق المرأة في انتهاك كل ما يتعلق بالقرآن والسنة من المحرمات. التنميط الدرامي للأسف تضليل إعلامي سيء جد، بيخلق مجتمع مشوه أخلاقيا وبيصرف المسلمين عن دينهم بنفس أساليب المنافقين القديمة، إنها السخرية والضحك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والتضليل الإعلامي كثيرة جدا، لعلنا نقف معها في حلقة أخرى، وإلى أن نلتقيكم هذا ذنون عبد الرحمن يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.